عسلامة ومرحبا بردنا اليوم باش نعملو كرواسون باش نعملوها بطريقة سهلة على الاخر. اول حاجة باش نحضروا الزبدة، باش نحطوها في ساشي كيف من هكا ونحلوها ونحطوها في المجمد. نحضروها بالطريقة هذه اول مرحلة. به عملت معناها 250 غرام على 500 غرام فرينة، معناها هذيك راهي 250 غرام زبدة. الزبدة راني عملت زبدة التوريق، هذا راهو ننصحكم من المستحسن. بالنسبة للعجينة باش نعملو 500 غرام فرينة، عليهم مغرفتين كبار سكر ومغرفة صغيرة خميرة، ساشي فاني والملح بيان سور، معناها شوية ملح بالطريقة هذيك، ومغرفتين زيت، معناها زيت نباتي مغرفتين كبار. سهلة برشا العملية العجينة، ومعناها ونعجنوها بيان سور بما دافي. تو نوريكم القوام تاع العجينه، تجينا هكا تتلصق شويه ونكملوا نخدموها على الرخامه. اذا كان باش تعجنوها في العجانه تولي معناها تخدموها بالعجانه وتجيكم هكا عجينه لينه في الاخر. هذه هي، حبيت معناها نوريكم المراحل اللي يحب هكا يخدمها بيدو ما يحطهاش في العجان. باذن الله باش نوريكم الطريقه نتاع الكرواسون بطريقه سهله ومبسطه، ما تستحقش لا طول فيديو لا حرف شيء، ان شاء الله تنجحوا فيها الناس الكل. ونرجع ونقول لكم بالنسبه للزبده، ننصحكم بزبده التوريق بصراحه، لا نقول لكم لا حيوانيه لا نباتيه، من المستحسن تستعملوها. هذه العجينه نتاعنا تو باش نحطها تخمر بحكم الطقس بارد نخلوها تقريبا ساعه، اذا كان الطقس سخون نصيف ساعه. كما شفتوا توا باش نحلوها بالطريقة هذه اللي نتحصل على شكل ظرف، جيست من الاربع جهات بالطريقة هذيك. نحط الزبدة في الوسط ونسكر عليها هكا كأنه كما الظرف، معناها جواب. نسكر عليها كيف من هكا، وديما نستعين بالفرينة اللي تخليني هكا في ساعة ما نحل العجينة. حاول اني نوزع الزبدة على العجينة كلها. توا شنو باش نعمل؟ كما تعرفوا العجينة المورقة لازمها معناها عمليات للتوريق. شنو العمليات؟ كما يسموهم لي تور. نقولكم حاجة بالنسبة للكرواسون، الحكاية كلها تعملوا تور سامبل بالطريقة هذه، تكتفوا بتروا تور اكاو، ما راي ما تستحقش برشا. ما بين كل تور وتور معناها دورة ودورة ربيع ساعة راح. هذه هي الحكاية. نسهل عليكم اكثر، كما شفتوا معناها هذه 3 مرات راني نورق، ما حبيتش هكا معناها نسرع الفيديو وفي نفس الوقت تكون المراحل واضحة. كما شفتوا معناها نحلها بالطول هكيكا ونعمل تور سامبل. العملية هذه راهي 3 مرات. علاش؟ ما نكثروش التوريق باش ما نكسروش الزبدة برشا، وتجينا من بعد العجينة منفشة ومورقة بالبي، هكا التوريق يكون ظاهر. إذا كان كثروا عليها التوريق والمتان راهي العجينة معناها تتثبت بلغة أخرى. الحكاية كلها 3 تور أكاهو به. ثم عملية أخرى تنجموا تعملوا تور دوبل ودو تور سامبل، معناها تو نوريكم الدوبل كيفاش، معناها تعملوا جيست تور دوبل واثنين سامبل لا أكثر لا أقل. هذه هي الحكاية كما تشوفوا الفيديو، معناها كيف الحلين قاعدة نستعين بالفرينة ونرتح العجينة، معناها حكاية أربعة معناها ربيع ساعة ما بين تور وتور. هذه هي الحكاية. ملاحظة أخرى باش تحبوا هكا تو نوريكم، هذه التور دوبل، هذه التور دوبل شفتوها كيفاش نثني فيها، هذه الدوبل تعملوا حيدة كيف هكا وزوز سامبل. هذه هي الحكاية. أو تعملوا معناها 3 سامبل وتكتفوا وكهو. هذه هي الحكاية. من بين أهم الأسرار متاع الكرواسون اللي هي العجينة راهي تتخدم بنهار بالمسبق. وش معناها؟ العجينة هذه عملتها معناها في العشية، خدمتها بالطريقة هذه فرصة باش تسهلوا على رواحكم باش ما تهقوش. شوفوا التوريق كيفاش، معناها شوفوا كيفاش ما شاء الله مورقة. تو من بعد ما كملتها باش نحطها نخليها فوالا ترتاح، ومن بعد نشكلها، معناها نشكلها ونبيتها ليلة كاملة. تو تشوفوا كيفاش. اول حاجة كما قلت لكم في العشية خدمت العجينة متاعي، حضرتها باللي تور بكل شيء، شكلتها حطيتها معناها في الفريجيدير
تبات ليلة كاملة، قمت الغدوة جيست نحطها في الفور تطيب. هذه هي الحكاية، خاطر هذاك هو سر النجاح. بالنسبة للكرواسون راهي ما تتخدمش بعجينة حاضرة في الوقت، راهي وين تزيد تخمر، وين تزيد ترتاح، وين تعطينا القوام اللي حشتنا بيه، وتعطينا هاك البنة نتاع الكرواسون اللي نعرفوها الناس كلها، وتجيكم نتيجة معناها كيف المحلات. هذه هي الحكاية كما شفتوا، معناها حليتها في الاخر بالطريقة هذه. من بعد ما كملت لي تور متاعي خليتها ترتاح كيف كيف، ومن بعد قسمتها كعبات، معناها مثلثات بالطريقة هذه أو كاري كما تحبوا، طريقة التشكيل واضحة. باهي لهنا كما شفتوا هذه غطيتها معناها في البلاتو، أمورها واضحة، وحطيتها في الفريجيدير كيف من هكا مشكلة، أمورها واضحة. لهنا في الصباح تو بعد ما جبتها في الصباح هذه عملت معناها أسفر عظمة عليه شوية حليب وشوية فانيلي، وباش ندهن كعبات الكرواسون في الأثناء راهو الفور متاعي قاعدة تخدم. باهي باش ندخلها للفور، وبيان سور على عملت على 180 درجة. هو راهو دي بريفيرونس يكون للفور بالمروحة هكاك تتوزع الحرارة معناها عليهم كلها. وشوفوا بسم الله ما شاء الله كعبات يشرهوا. في الاخر دهنتهم بشوية نباج، شوية شحور او معناها معجون مشماش كما تحبوا. هذه هي سهلة برشا، وشوفوا ما شاء الله النتيجة قدامكم. عطيتكم بالأبسط معناها بأبسط حاجة، معناها إن شاء الله تحضروها وتنجحوا فيها الناس الكل. أهم حاجة تتبعوا الخطوات اللي قلت لكم عليها، سهلة برشا من غير حتى تعقيد. إن شاء الله تنجحوا فيها، وإن شاء الله تعجبكم وتجربوها وترجعوا لي التور متاعكم على الانستغرام تاعي كوزينة سمية. مرحبا بكم الناس الكل، واللي هكا يجوني جدد نقولهم كيف كيف مرحبا بكم. ان شاء الله تعجبكم القناة، ما تنسونيش بالمتابعة وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما كل جديد. واي تساؤل اخر معناها اي حاجة تخلوا لي في لي كومنتير، باذن الله نجاوبكم ونقولكم على كل شيء ان شاء الله. حبيت هذا فيديو خفيف ظريف بطريقة مبسطة، معناها لا اكثر لا اقل. هذه هي الحكاية كلها معناها في الكرواسون. باهي توا باش نحل هكا كعبة، وبيان سور يلزم نوريها لكم من داخل باش معناها يبان عندكم كل شيء. هذوما الكعيبات اللي طيبتهم ونوريها لكم من داخل، معناها توا براهي بالنسبة لي جتني أفضل من المحلات. شوفوها معناها كيفاش خفيفة من داخل ومنفشة ما شاء الله ما شاء الله. وهذه النتيجة قدامكم. نقولكم بسلامة الناس الكل.